النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي. غير فكرك تغير حياتك. أول حاجة، في لحظة كده في حياة كل إنسان فينا، لحظة فارقة، يا إما بيقرر يفضل في نفس الدايرة يا إما بيكسرها ويبدأ من جديد. اللحظة دي مش محتاجة معجزة، دي محتاجة فكرة واحدة بس، تركيز بسيط لكن نقي، إحساس صادق يطلعك لفوق أو يرميك لتحت. القرار ده دايما بيرجع لك انت، في ايدك انت. أول حاجة هنتكلم عنها هي قانون التركيز، اللي هو عبارة عن وقود الإحساس عندنا. اللي بتركز عليه هو اللي بتعيش. لو ركزت على الفشل هتشوف الحياة كلها فشل وسودة. لو ركزت على الفرص اللي عندك هتبدأ تلاحظ حاجات عمرك ما شفتها قبل كده وهتنجح. التركيز ده هو الباب والإحساس اللي هو بيعديك منه. المثال مثلا بسيط جدا، مديرك قالك تعالى المكتب، أول حاجة تيجي في بالك إيه؟ ده أكيد هيزعق لي، بس الحقيقة ممكن يكون جاي يبارك لك على مجهودك، على شغلك. شايف نفس الموقف بس الفكرة فرقت في كل حاجة. تاني حاجة، قانون التفكير المتساوي. مخك ده قاعد شغال زي البوجل، بتديله فكرة يبدأ يدور لك على كل حاجات اللي تشبهها. لو مثلا انت برضو دماغك زعلان من شخص، عقلك هيقعد يطلع لك كل المواقف السلبية اللي حصلت لك منه. مش هتفتكره غير كل وحش. ليه؟ لأنك طلبت كده من غير ما تحس. أفكارك هي اللي بتحركك وانت اللي بتديها الاتجاه. تالت حاجة، قانون المراسلات. يعني اللي جواك هو اللي حواليك. العالم الداخلي ده هو السبب، لكن الخارجي ده بيبقى عبارة عن النتيجة اللي احنا عايشينها. لو شايف ان الدنيا كئيبة بص جواك، لو شايف ان الناس طيبين فده انعكاس من اللي جواك. زي ما سقراط قال ايه سقراط؟ وده لازم ناخده مبدأ في حياتنا، كل إنسان بيشوف العالم من خلال نفسه. أربعة، يعني قانون مهم جدا، هو قانون الدوائر الذهنية. كل فكرة عندنا بتمر دايما بيبقى عندنا إدراك وتفكير وبنركز وإحساس وسلوك. يعني الفكرة مع الإحساس ده بيساوي قرار. قرارك بيعني تصرفك في المواقف اللي انت بتعملها، والتصرفات بتكون حياتك طبعا. لو عايز تغير حياتك غير أول نقطة في السلسلة. إيه أول نقطة؟ اللي هي الفكرة. خامس حاجة، لحظة ما قبل النوم. دي بتبقى عبارة عن لحظة برمجة. قبل ما بتنام عقلك الباطن ده بيبقى أنشط ما يكون. الفكرة اللي تنام عليها هي اللي هتسيطر عليك وانت نايم، وتأثر على مزاجك وأفكارك تاني يوم. لو نمت وانت شايل هتصحى تعبان ومقريف وقلقان ونفسك تموت وتنتحر. ولو نمت وانت حامد وشاكر ربنا تصحى مرتاح متفائل. بعد لما تنام حاول تسامح، تشكر، تردد نفسك فكرة إيجابية بسيطة: أنا أستاهل الأفضل وربنا كاتب لي الخير دايما. سادس حاجة، قانون القوة الحقيقية، اللي هو تحكمك في نفسك. القوة مش دايما في الرد، القوة أوقات كتيرة بتكون في السكون. مش دايما الرد بيكون على كل كلمة بيكون حاجة كويسة. المفروض ما تتأثرش برأي أي حد حتى لو كان إيجابي. لما تسيب الناس تتحكم فيك يبقى أنت سلمت لهم مفاتيح حياتك، هتبقى حياتك ملكهم. أنا اللي بختار أفكاري، وأفكاري هي اللي بتبني مستقبلي. آخر حاجة هي ختامنا للحلقة الجميلة دي. كل اللي أنت محتاجه عشان تبدأ إنك تقرر تخرج من السلبية، تخرج من كلام الناس، تخرج من ازاي هما شايفيني. مش كل حاجة هندور فيها هي الناس شايفيني ازاي. وتبص قدامك، تتعلم تمسك تفكيرك وتوجهه للصح، وتبطل تقول تفكيرك قدام الناس. تبطل تستنى الناس تفهمك أو تدعمك. انت قوتك في اختياراتك. ابدأ النهاردة وغير نفسك وشوف حياتك الجديدة هتبقى ازاي.